يقول ودنا نشار الصلاة كلها والأذان كله. أنا ذكرت على سالفة تصحيح صاحب الدجاج اللي كان محمل حمل الدجاج وصدم في الطريق. هو قالوا له اذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر الله، قال احنا ذاكرين رايحين جايين، قال اذكر الله، قال ذكر الله معنا. والذي أخبرني به دكتور فاضل اسمه الدكتور فاضل الشهري، كانوا يبيعون قبل السيارات دجاج يأخذونه من الطائف فقيه طبقتين في هايلوكس. فأتى يبيع هذا الرجال مشوث في خط الجنوب، ويوم طلع له مدري ظهر له أرنب ولا مشي فضربت فرامل فانقلب 20 قلبه. جاه رجه طبعا في الانقلاب وذهب ذهنه اتزانه، الدجاج كله انسحب والسيارة انعدمت تماما وصار كله اللحم بالحديد. نجد دجاجة واحدة سمعت نجد دجاجة واحدة وطارت في الجبل، فخرج هو مصفوق العقل وطلع يطاردها في الجبل. وقف المرور من أبها ومن يعني خطط أبها والطائف وأوقفوا الناس، قالوا تعال يا فلان، قال بصيد الدجاجة وجي. شوف هذا ترك الذكر، هذا من علامات الدبور. تفضل يا حبيبي. نعود شيخنا اللي استغفر الله، النكتة والدعاء. النكتة والدعاء دائما استغفر. وقف. منصور عطنا فرصة بس. وأذكر أنني كنت بالردة مرة في كما يقولون تمشي مع الأهل أيام الصيف، فإذا بالشاب وقت الصلاة نحن نصلي المغرب وهو قد فتح التندة حق السيارة ورفع الدش ولا صوت، أعوذ بالله، نريد أن نصلي وما حد ولا لجة وصجة، نسأل الله السلامة. مفتخر الشاب مسلم بالله الله يسمع الدست هو موسيقى الروك، تقليد أعمى للأسف. فلذلك لا يكتفي الغناء بهذا، بل والله ظنوا أن الحياة كما يقولون ضحك ولعب وجد وحب. عيش أيامك، عيش لياليك، خلي شبابك يفرح بيك. يفرح شبابي بيش؟ افرح بشبابك وتهنى، تلقى الدنيا بتصبح جنة. ليش تصبح جنة؟ بأي طريقة تصبح جنة؟ الجنة في طاعة الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن في الدنيا جنة من لم يرحها لم يرح جنة الآخرة. عندما أدخل السجن قال ما أفعل بي أعدائي؟ بستاني في صدري، أنا جنتي في صدري. وهذا يقول افرح بشبابك وتهنى، تلقى الدنيا تبقى جنة. يا سلام، ليش؟ على أي طريقة نعيش؟ على أي منهج نسير؟ على أي منهاج نعيش؟ على منهج الهوى أو الهدى؟ فرق بين الثرى والثريا، شتان بين مدارج الأفلاك ومسابح الأسماك يا أخوان. لماذا نعيش في هذا الجو حتى صار الناس للأسف ما عندهم يعني كما يقولون تفقه في الدين؟ يضحك عليهم مغني ويقول لهم كلمات الكفر وهو يسمعها ولا يتنبه لها. لحسلم للمكتوب وعلى أرض أبت مغلوب وحقول للدنيا دنيا. ليش بس المكتوب؟ وأن تؤمن بالقدر خير وشر، من أصول الدين، من أصول الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبالقدر خيره وشره. وهذا يقول لحسلم مكتوب والحرب أبت مغلوب. وين يا أخواني؟ ننتبه. بما قضية وسخنا قضية أن يدخل الإنسان في أمور لا تحمد عقباه، يضيع الشرف كما قلنا. الجاهليون يعرفون قيمة الأعراض ويصونونها. أصول عرضي بمالي لا أبدده، لا بارك الله بعد العرض بالمال. وتقول القائل غاب الأور يا ابن عمي يلا روحني. القمر لا يغيب إلا بعد منتصف الليل، وش قعدت عنده إلى منتصف الليل؟ أما تتقين الله. ثم يأتي المقدم للحفلة عبر القناة الفضائية، معكم الصوت الحنون، معكم الصوت الملائكي، معكم الصوت الدافئ، معكم الصوت المدهش، والنتيجة معكم معبودة الجماهير. نسأل الله السلامة. كفر معبودة الجماهير، نسأل الله السلامة والعافية. أين قوله تعالى يحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أم حسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ بعض الشباب يمكن يعرفون المسلسلة اللي عرضت قبل رمضان وانتهت الحلقة 151، مسلسلة 151، حتى صار مشاكل الآن بين الزوج وزوجته. واحدة زعلانة عند أهلها يوم طلعت المستشفى. ليش؟ لأنه رفض يسمي بنتي اسم إيش؟ نور. إيه، وهذيك تسمي ولدها مهند عشان إذا كبروا نزوجهم. حبهم قرب إلى الله. عجيب. الاختبار ذا سيبدأ الآن، الله يعين. عجيب. بس من ناحية الاختبار في واحد بروفيسور أحب يختبر الطلبة، ولا شديد مرة شديد، ولا في علم الطيور والحيوانات يسمونه علم ايش؟ طبيعة. علم الطبيعة أبو عمر ايش يسمونه؟ لا أيوة ما شاء الله أحياء. واختبرهم قال شوف آخر السنة علم الأحياء في الجامعة، ترى آخر السنة ماني مختبركم إلا في الطيور.
كل شيء يخص الطيور احرصوا عليه. واحد ما شاء الله ممتاز ومرتبة الشرف ماخذ المرحلة الأولى والثانية والثالثة وحب يتخرج بمرتبة الشرف وصار يجمع كتب ايش؟ الطيور. إن جاء لمصر راح معرض الكتاب ياخذ كتب ايش؟ الطيور. إن راح الإمارات وراح لدبي معرض الكتاب ياخذ طيور ايش؟ كلش. ما صار آخر السنة ما شاء الله كل مكتبته على الطيور. بدأ الاختبار. يوم جاء الاختبار ولا الدكتور راسم يا أبو عبد الكريم ولا من الإخوان قولوا له أنت لا ما عليكم زود ما عليكم زود ولا راسم رجول الطيور بس رجول وقدم الأوراق وقال ضع كل اسم للطائر لهذه الأرجل. طبعا ممتاز ذا الولد ما يتوقع هذا السؤال. هذا سؤال يعتبر ساذج صح ولا مو صح؟ يعني ايه يعني فزعل ذا الطالب وقام للاستاذ قال يا استاذ الحقيقه انت حطيت سؤال ما يتوقع وانا تعبان طول السنه وكتب ولا ب10,000 وانا قاعد اجمعها. قال ما عندي لهذه الاسئله جاوب ولا ما في؟ قال يا استاذ صعب. قال اقول لك ما في يا استاذ حاول غير ناس. قال جاوب ولا امشي ما في. قال ترى ماني مجاوب. كانت جوابات ورقه. قالوا احنا كان معنا سقوط. قال هات الورقه. قام اخذ ورقه الطالب اعطاه ورقه ومشي ما لقى ايش؟ ما لقى اسم الطالب. فقال تعال يا ولد حط اسمك. قال تعرف اسمي؟ قال شوف رجولي. واحده القلوب صافيه. واحده ايش؟ قال شوف رجولي تعرف اسمي. صح ولا متذكرين؟ فانا اقول اختبار الحمد لله